مرحبا بكم من جديد في قناة طور عقلك. في الدرس الرابع من كتابي الأب الغني والأب الفقير، هنكشف مع بعض أسرار خطيرة عن الضرائب، وإزاي الأغنياء بيفهموا النظام ويستخدموا الشركات لصالحهم. فلو نفسك تكون حر ماليا، لازم تعرف المعلومات دي، لأنها هتغير طريقة تفكيرك في الفلوس. كيف بدأت الضرائب؟ كيوساكي بيحكي إن الضرائب زمان كانت بتتفرد مؤقتا وقت الحروب، ولما الأزمة تعدي كانوا بيشيلوها. لكن بمرور الوقت الحكومات اكتشفت إنها مصدر دخل مستمر، وبدأ يتحول من ضريبة على الأغنياء بس لضريبة على الكل، وخصوصا الطبقة الوسطى. الغريب، الناس وقتها كانوا فرحانين، لأنهم كانوا فاكرين إن الحكومة بتاخد من الأغنياء علشان تساعد الفقراء. لكن الحقيقة، بقت الحكومة تاخد من الكل وتصرفها زي ما هي عايزة. كيف يتعامل الأغنياء مع الضرائب؟ الغني مش بيدفع الضرائب بنفس الطريقة اللي بيدفعها الموظف. إزاي؟ الموظف 1. يشتغل. 2. الحكومة تقسم الضرائب. 3. ياخد الباقي ويصرف. أما الغني 1. يكسب من خلال شركته. 2. الشركة تدفع كل مصاريفها: سيارة، سفر، تدريبات، أجهزة. 3. يدفع ضريبة على الباقي فقط، يعني بيقلل الضرائب بطريقة قانونية عن طريق استخدام قوة الشركات. إيه هي قوة الشركات؟ الشركة كيان قانوني مستقل، بمعنى إن الشركة تقدر تشتري، تبيع، تستثمر، تقدر تكتب مصاريف كتير باسمها. والأهم، الضريبة بتتحسب بعد المصاريف مش قبلها. وده بيخلي الشخص اللي بيفهم قوانين الضرائب يقلل من المبالغ اللي عليه بطريقة ذكية وقانونية. كيوساكي بيقول: الأغنياء ما بتهربوش من الضرائب، هما أذكى في التعامل معها. الطبقة الوسطى والفخ المالي. المشكلة إن الطبقة الوسطى بتشتغل، تدفع ضرائب، تصرف على التزامات، وبترجع تشتغل أكثر علشان تعوض. ومع زيادة الضرائب بتقل فرص الادخار ويزيد الضغط المالي. لكن الشخص اللي بيفهم قوة الشركات بيفلت من الفخ ده. كيف تبدأ تستفيد من النظام؟ 1. افهم قوانين الضرائب في بلدك. مش لازم تكون محاسبة، بس لازم تعرف إيه اللي مسموح به. 2. ابدأ شركة صغيرة، ممكن تكون مشروع إلكتروني، قناة، متجر، المهم تبدأ تعمل فلوس من خلالها. 3. سجل مصاريفك، أي مصروف متعلق بالشغل تقدر تخصمه قانونيا من الضرائب. 4. استثمر من خلال شركتك، خلي الشركة تشتري الأصول وتبني لنفسها مصادر دخل. 5. استعين بمحاسب شاطر يفهمك أكثر ويضبط أمورك قانونيا. الفكرة هنا مش التهرب، الفكرة إنك تكون أذكى، تفهم اللعبة وتلعبها صح. الثقافة المالية مش رفاهية، هي وسيلتك علشان تحمي تعبك وفلوسك. في الدرس الجاي هنتكلم عن الأغنياء بيخلقوا الفلوس، وإزاي يقدر يصنع الفرص بدل ما يستنوا الفرص تيجي لهم. لو الفيديو ده عجبك، متنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس علشان توصلك السلسلة كاملة. أنا مصطفى، ودي كانت قناة طور عقلك. نشوفك في الدرس الجاي.